احلى ناس في الدنيا، السلام عليكم. انا في البدايه بعتذر ان انا ما بعملش فيديوهات كتيره اليومين دول، معلش متاخد جدا في الشغل فسامحوني. لكن ان شاء الله كده هحاول ان انا انتظم معاكم باذن الله. انا النهارده في مكان مجنون، يعني في اكتر الاماكن مجنونه في لندن. مشهور جدا بالفايبز بتاعته، هتلاقي هنا في كل حاجه. هتلاقي في فن، في مزيكا، في اكل، في محلات، في شوبينج. كل اللي نفسك فيه هتلاقيه في المنطقه دي اسمها كامدن تاون. كامدن تاون اللي هتشوفوها دلوقتي غير كامدن تاون بتاعت بالليل. بتاعت بالليل دي التانية تانية مختلفة خالص، فهنخلينا في بتاعت النهار دي. تمام. هنعمل جولة كده خفيفة ويا رب تعجبكم إن شاء الله. يلا بينا. بصوا يا رجالة، هنا في الشوارع هتلاقي هنا السوق هنا متقسم أكتر من جزء يعني. هتلاقي محلات غريبة جدا وعجيبة، يعني هتلاقي فيه الهاند ميد، هتلاقي فيه الأكسسوارز، كمان هتلاقي الحاجات اللي هي الفينتج، اللي هي من أيام السبعينات والثمانينات. اكتر حاجه بتخلي ان السوق ده متميز يعني، وان ناس كتيره جدا بتجيله، ان كل محل ليه شخصيته الخاصه يعني. المحلات دي مش طبيعيه يعني، هتلاقي حيطان عليها تماسيح، هتلاقي فيه احذيه ضخمه، مجسمات كده غريبه وشكلها مجنون يعني. هنشوف دلوقتي على الحيطان وهنشوف الدنيا عامله ازاي. والمكان ده مش بس يعني سوق، ده تعتبر مثلا كامدن تاون دي عاصمه الروك في لندن. يعني هنا كان في نجوم كتيرة جدا كانوا عايشين في المنطقة دي. في واحدة اسمها ايمي ويني هاوس. دي واحدة كانت عايشة من ملوك الروك دي في لندن. في قاعات حفلات كتيرة زي الراوند هاوس والإلكتريك بورروم، اللي بيجوا فيها فنانين من كل مكان في العالم. واحنا ماشيين في الشارع كده هتسمع مزيكا حية كتير يعني، وهتلاقي في فرق وهنعدي عليها وهنقف عليها وهنشوفها مع بعض دلوقتي. بص اشكال الشوارع، بص اشكال البيوت والمحلات عامله ازاي. بص المحل ده، بص. احلى حاجه بقى في المكان ده ان انت مش هتحس ان انت غريب. الناس كلها هنا مختلفه وغريبه، ودي حاجه طبيعيه بالنسبه للمنطقه دي. يعني ممكن تلاقي واحد مثلا لابس لبس تنكري عادي جدا وماشي ومحدش مستغربه ولا اي حاجه. لو جيت هنا لازم تمشي وانت مفتح يا معلم. كل شوية هتلاقي حاجة تشدك، هتوقفك تصورك. ممكن كمان هتلاقي نشالين كتير طبعا في المنطقة، هتلاقي فيه تجار مخدرات. يعني انت مش بعيد وانت ماشي كده ممكن تلاقي حد وقفك يقول لك معايا كذا وكذا 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 لو حابب. فاهم؟ فخلي بالك من الناس دي، وخلي بالك من الأجهزة اللي معاك أو الحاجات اللي هي الحاجات بتاعتك يعني. طبعا هنا المنظر من هنا عند القناة دي ملوش حل يعني. ممكن تقعد في أي مكان كده تتفرج على المية وتاخد قهوة، ولا تركب مركب من عند ريجنت بارك أو ليتل فينيس. سموها ليتل فينيس علشان عاملة زي فينيس كده بتاعت إيطاليا، اللي هي اللي فيها المراكب كتيرة دي، واللي فيها اللي عايمة على المية. هسيبكم تتفرجوا كده ويا رب الفيديو يعجبكم.
Good for you. على فكرة يا جماعة معظم اللحوم اللي موجودة هنا تكاد تكون مش حلال، فخلي بالكم وانتوا بتشتروا. اللي هيجي هنا يسأل الأول إذا كانت حلال ولا لا. هو معظم الأماكن لو هي حلال بتلاقي فيه يافطة كبيرة جدا بتقول حلال، وبتلاقي فيه شهادة جنبيها بتقول إن هم بيقدموا أكل حلال. تمام؟ فكرة برضه في نسبة كبيرة جدا من المسلمين عايشين هنا في العاصمة في لندن، تقريبا حوالي 4 مليون مسلم. فبتلاقي أماكن كتيرة جدا علشان تبيع بتلاقيهم بيكتبوا كلمة حلال كده بس اشتغالة، يعني مش حقيقي. فأنت تأكد بقى من الشخص اللي موجود، تمام، وشوف شكله. يعني أنت لو لقيت حد مثلا عيل إنجليزي مثلا حاطط تاتو بتاع ومش عارف إيه وخارم مناخيره مثلا ويقول لك إن ده أكل حلال، فأشك يعني. تلاقي عيل هندي مثلا ولا عيل تركي، توكل على الله بقى وكل. Si llego a perder un bus, me toca esperar. O sea, es muy Vegetable, please. Vegetable, huh? Ali, you see, you have Italian teaching vegetable, huh? اللي هيجي من حضراتكم هنا يا جماعة خلي بالك إن أنت لو جوعت مستحيل هتعرف تختار. هتلاقي فيه أكل صيني، أكل ياباني، مكسيكي، شرق أوسطي، هندي، كل